ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الكريم السحري اللي هو بديل الكولاجين، كريم طبيعي هيشد بشرتك وهيزيل التجاعيد. بس قبل ما ندخل الفيديو حابه اطلب منكم انكم تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نسمي الله ونبدا الفيديو. والمكون الاساسي اللي معانا هو البان الدكر، وهنا هقولك على كل فوائده. هاخد منه معلقه كبيره هحطها في برطمان او في كوبايه، وهنزل عليه بميه وتكون الميه دي مغليه، ده اهم حاجه. هسيبه بقى 24 ساعة منقوع عشان استفيد بفوائده كلها. الكريم ده حلو جدا، بيشد البشرة وبيديها نضارة وبيفتح البشرة. وده شكله بعد ما سبته ليلة كاملة، شايفين لونه بقى عامل ازاي. اهم حاجة انك تسيبيه 24 ساعة منقوع في مية وتكون المية دي مغلية عشان نستفيد بكل الفوائد اللي في البان الدكر. شايفين بقى بعد ما نقعنا اللبان في المية بقى عاملة ازاي. اللبانة دابت معايا ونزلت كل الفوائد اللي انا عايزاها. شايفين بقى بقت عاملة ازاي. بعد كده هجيب حلة صغيرة وهجيب مصفى وهبدأ ان انا اصفيه كده. هنصفيه كله. بعد كده هضيف له معلقة من النشا عشان يديني قوام كريمي. والنشا هنا هيديني بيشد البشرة وبينعمها وهيساعد على التفتيح. هنقلب النشا ده كويس لغاية ما يدوب معانا، وبعد كده هرفعه على نار هادية لغاية ما يديني القوام الكريمي اللي انتوا شايفينه دوت. بعد كده هنضيف له معلقة من عسل النحل، والعسل طبعا هيدينا ترطيب وهيدينا نعومة وتفتيح حلو قوي للبشرة. هندوب العسل كويس مع الكريم دوت عشان يدوب كله مع بعضه. والمكون التاني اللي انا هضيف معلقة من زيت الزيتون، ويكون زيت نوع كويس عشان طبعا هنحطه على بشرتنا وجسمنا. وفوائد زيت الزيتون انه هيدينا ترطيب مع الماسك دوت. هنقلب المكونات كلها مع بعض. الكريم ده تحفة، بيشد البشرة وبيقاوم التجاعيد وبيقاوم علامات تقدم السن، وبيخفي المسام المفتوحة دي والحفر اللي بتكون في الوش، وبيعيد نضارة البشرة، وبيزيل الخطوط الرفيعة اللي بتبقى في البشرة وإزالة الرؤوس السوداء، وبيقشر الجلد الميت. بجد يا جماعة الكريم ده تحفة، وعن تجربة هنسيبه في التلاجة أسبوع بس مش أكتر. يعني لما تعملي كمية هنعمل كمية قليلة، ولما نحطه على بشرتنا هنسيبه نص ساعة بس هتلاقي البشرة بتشد. وهنغسله بمية باردة، هنستعمله مرتين في الأسبوع. طبعا ده للبشرة وللجسم كله. الكريم ده يا جماعة حلو جدا، بيشد البشرة وبيقاوم التجاعيد، بيقاوم علامات تقدم السن، وبيخفي المسام الواسعة والمفتوحة والحفر اللي بتكون في الوش، وبيعيد نضارة البشرة. بجد الماسك ده حلو قوي، وعن تجربة اعمليه وقوليلي رأيك في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.